طيب، بدأنا اللايف اهو على فكرة برنامج المنتور. وخلي الناس تبتدي تدخل. أتمنى الصوت يكون مسموع. آه، الجو برد فجأة كده. كانش اكسبكتد انه يبرد كده. طيب الناس هتبتدي تدخل. آه طيب الناس بدأت تدخل. الجو برد. اهلا، ازيك شيماء؟ من الناس الجميلة قوي شيماء، انتي والعطار. آه صباح الفل. صباح الفل ولا مساء، يعني هي الساعة هنا 12 ونص بقى، انت عندكم. طيب خليني، انا عايز النهارده، انا مش عارف، ناس كتيرة جاية بتسألني على فكرة برنامج المنتور. فقلت خليني اعمل كده فيديو كده بقى، ايه، اي حد يكلمني اديله الفيديو ده عشان انا بصراحة يعني ايه، آه، مش عارف اقول ايه. طيب، مبدئيا كده فكرة برنامج المنتور. بص، برنامج المنتور ده الموضوع اكبر من ان انا احكيه في فيديو ولا اتنين ولا تلاتة، يعني الموضوع كبير قوي. فمش عارف هبتدي منين، بس خليني كده ايه، راندملي كده، او يعني ايه. ربنا يخليك يا شباب. فخلينا كده نبتدي من اول حتة، اللي هو ايه. الاول، احنا عندنا برنامج المنتور دلوقتي، ده برنامج كوميونتي. خلاص، هي عبارة عن كوميونتي فيها اكتيفيتي كتير جدا. يعني برنامج المنتور ده عبارة عن كوميونتي فيها اكتيفيتي كتير جدا. ايه هي بقى؟ تعالى بقى نتكلم. اول حاجه بس تعرف ان عدد الاعضاء في برنامج المنتور او في الكوميونتي عندنا وصلنا تقريبا في حدود 70 عضو او 80 عضو. تمام. طيب عندنا اعضاء بقى ايه، عندنا خبرات مختلفه. يعني عندنا ناس بال20 سنه خبره، وعندنا ناس بال25 سنه خبره كمان. يعني ناس اكبر مني خبره. تمام. فعندنا ناس 25 سنه خبره، وعندنا ناس اندر جراديوتس، عندنا لسه ناس في سنه ثالثه. فاحنا عندنا في يعني الدايفرسيتي في الاكسبيرينس رهيبه. فاحنا عندنا ناس اللي هو الجينيور والسينيور والتيم ليدر والدايركتور والسينيور دايركتور. تمام. فعندنا كل الايه المستويات الخبره دي، نمره واحد. عندنا بقى من البلاد الناس من بلاد كتيره، عرب واجانب. يعني احنا عندنا العرب معظمهم طبعا عرب، عشان انا بدات الكورسات كانت بدات عربي. فاحنا عندنا ناس بقى من انجلترا، من هولندا، من المانيا، آه، من تونس، المغرب، كندا. فاحنا عندنا ناس من ايه، الامارات، السعوديه. عندنا ناس من كل الحتت دي. تمام. بخبرات كبيره وبيشتغلوا في اماكن كويسه. فانت عندك في فرايتيز كتيره جدا. خلاص. طيب، يبقى احنا دي اول حاجه الممبرز. طيب احنا بنعمل ايه بقى؟ فكره برنامج المنتور الكوميونتي، خلينا اذكر لكم كذا حاجه. واحد، احنا عندنا حاجه اسمها كي بي او نوليدج بيز. يعني ايه بقى نوليدج بيز؟ يعني الفكره كلها ان احنا بنجمع ال الاسئله الاكثر تكرارا، ان احنا نسالها. النوليدج بيز دي فاكراها اسمها قاعده معرفه. فاحنا عندنا حاجه اسمها قاعده معرفه للكوميونتي عندنا، بحيث ان اي حاجه بنتعلمها بتبقى كوميوليتيف وانكريمنتال على النولج بيز بتاعتنا. تمام. فدي الفكره بتاعه الايه، النولج بيز. اقرا كده على يعني ايه بناء قاعده المعرفه وانت هتفهم. تمام. فاحنا عندنا الاول نولج بيز كبيره جدا، اي حد يقدر يسال سؤال. تمام. طبعا في ايه، بشكل معين وليه طبعا مواصفات معينه بطريقه معينه. فالنولج بيز دي هو مش بس بتضمن له الاجابه، لا، ده السؤال واجابته بيبقى اي حد تاني عايز يسال السؤال يقدر يلاقي الاجابه دي، وبالتالي اصبح السؤال ده ليه قيمه في قاعده المعرفه عندنا والاجابه بتاعته. عشان كده السؤال لازم يتكتب بجوده عاليه جدا، والايه الاجابه كمان تبقى بجوده عاليه جدا. تمام. طيب يبقى دي اول حاجه النولج بيز. طيب ايه تاني غير النولج بيز؟
عندنا كمان حاجه مثلا زي البابليك كالندر بتاعتنا، احنا عندنا ايفنتس بنعملها، بنانفايت جيست سبيكرز، ناس من شركات في انجلترا، في امريكا، في استراليا، في مايكروسوفت، في جوجل، في امازون. ببتدي ان انا اعمل لهم انفايت ان هم يبقوا جيست سبيكرز، ان هم يجوا يدوا محاضرات في كل التخصصات بقى، سواء في التكنولوجي، في السوفت سكيلز، في الهايرنج، في التالنت اكوزيشنز. تمام. فانت يعني عندنا فرايتيز كتيره جدا ان احنا نعمل جيست سبيكرز. خلاص الانفيتيشن ان احنا ندعو ناس ان هم يتكلموا، ومش بس يتكلموا، الفكره كمان ان هم يشيروا الخبره بتاعتهم. يعني كان في محاضره مثلا من تالنت اكوزيشن في انجلترا هنا، اللي هو يعتبر الناس بتسميه عندنا اللي هو الاتش ار، اللي هو بيوظف يعني. تمام. فجه ادى للناس، اتكلم ازاي السي في بتاعتك تبقى قويه، وايه هي العناصر المفروض الابلكيشن بتاعك، والكلام ده كله. تمام. طيب يبقى دي نقطه اللي هي الجيست سبيكرز والنولج بيز. ايه تاني بنعمله؟ عندنا بقى اكتر من اكتيفيتيز داخليه. يعني عندنا مثلا حاجه احنا مسمينها المنتور فور اول. يعني ايه؟ يعني احنا بنعمل منتور شيب لبعضنا، فبنشوف مين اللي عايز يعمل منتور شيب. خلاص بيبقى فيه بروسيس كده. تمام. بيقول مثلا، بيسجل نفسه ان انا عايز ابقى منتور، وناس تانية بتسجل نفسها انها تبقى منتي. فالناس اللي مسجله نفسها منتي والناس اللي مسجله نفسها منتور شيب بيبتدوا يتواصلوا مع بعض. يعني المنتي يروح يكلم اي واحد من اللي مسجل نفسه في المنتور شيب ويقول له انا عايز ايه، ان انت تبقى المنتور بتاعي. فيبتدي يتواصل معاه. تمام. ويبتدي ايه، يتواصلوا مع بعض ويشوفوا بقى ازاي هو يعمل له منتور شيب. فبالتالي ما بقتش محمد رضوان هو اللي بيعمل منتور شيب للناس كلها، لا، هم اللي بيعملوا منتور شيب لبعض. تمام. ف... فاحنا عندنا المشترك في المنتور شيب والمنتي ناس كتير جدا هم بيتواصلوا مع بعض. طيب ده المنتور شيب. عندنا حاجه اسمها جروب ادفايسوري. يعني ايه جروب ادفايسوري؟ يعني احنا متقسمين لمجموعات، فكل مجموعه خلاص هيبقى ليها حاجه اسمها جروب ادفايسوري، مش مدير ولكن ادفايسوري. يبقى هو يعني المسؤول ان هو يقول لهم الانفورميشن اللي مش عندهم، اللي هي بارت من الكالتشر والفاليوز، خلاص، والفيجن بتاعتنا. تمام. والنقطه كمان الاهم، ان الفكره كلها في الجروب ادفايسوري ده ان احنا بعد كده هتراك كل شخص عندنا، واقدر اعرف البروجرس بتاعه، بتاع الامبلويمنت، بتاع الاديوكيشن، عشان نقدر نشوف الناس بتتطور ولا لا. يعني هي مش موجوده كده وخلاص جوه الكوميونتي، ولكن نقدر نعرف البروجرس بتاع الايه، بتاع التطور بتاعهم. هي دي الفكره. طيب عندنا ايه تاني؟ يبقى الجروب ادفايسوري، منتور فور اول، الناس كلها بتعمل منتور. طبعا احنا عشان يعني نقدر نساعد بعض اكتر بنبتدي نعمل جاذرنج بقى. يعني عندنا الجاذرنج الاول، الان بيرسون جاذرنج اللي احنا عملناه في مصر. طبعا اللي شارك فيه الناس اللي كانت في مصر او اللي كانت متواجده في مصر بالصدفه، زي مثلا محمود شاهين مثلا، هو في سنغافوره واليابان، بس كان الحمد لله دي كانت فرصه طبعا جميله جدا ان هو كان موجود في مصر. فكان موجود. لكن الناس اللي كانت في مصر، الجاذرنج اللي هو الان بيرسون جاذرنج اللي في مصر ده مش هم دول المنتور، ده دول بس الناس اللي في مصر. احنا عندنا في الامارات والسعوديه، وزي ما قلت لكم بقى. كمان انا اتكلمت مثلا مع محمود شاهين، وحتى شفت مشرف ومصطفى كمان، واتفقنا ان احنا هنروح ليب 2024. يعني احنا كلنا هنسافر ليب 2024 في السعوديه، في الرياض. فده هيبقى فرصه بقى ان احنا نحضر ليب 2024، زائد ان احنا هنعمل ان بيرسون جاذرنج للايه، للناس اللي في السعوديه. تمام. هنشوف مين اللي في السعوديه ساعتها، خلاص، سواء بقى في الرياض او في جده، ويبتدي ونقوم عاملين جاذرنج برضه في السعوديه. ففكره الجاذرنج ان احنا بنتجمع نعرف بعض اكتر. احنا بنتجمع كل واحد يعرف اللي قدامه مين، ايه هي المهارات او ايه هي الاكسبيرينس بتاعته، ازاي نقدر نفيد بعض. فهي دي الفكره. فان شاء الله يعني ايه، ده الان بيرسون جاذرنج في مصر، وهيبقى في واحد ان شاء الله ليب اللي هو مارس 2024 هيبقى في السعوديه، انا ومحمود شاهين، ومصطفى كان بيقول هيجي، وهنشوف كمان لو عبد الحليم يعني نحاول كده نقول له كمان. بالظبط ليبر 24 يا شاهين. انا متحمس جدا على فكره. ده انا عايز اقول لك من دلوقتي، يعني مشرف عامل خطط رهيبه، وكمان ناس كمان
يعني محمد القصاص كمان قال لي ان هو هيرتب حاجات كتيره في ليب، لان محمد القصاص اصلا شغال في وزاره الخارجيه في السعوديه. فقال لي ان هم في ليب في ليب ليهم اصلا سيكشن كبير وهيرتب حاجات كبيره يعني طبعا العمليه كلها بقى اوبشنز كتيره، يعني الاوبورتيونيتيز بلا حدود في كل حاجه. تمام. وهنعمل لايفز وهنطلع وناكل ونتغدى ونتعرف وهكذا. ده خطط، هتبقى خطط بقول لك انت فوق ما تتخيل يعني والاوبورتيونيتيز، ما هي دي الفكره بقى، الفكره في النتورك. خليني بقى اجي للنتورك. من ضمن مميزات برنامج المنتور انه بيبيلد نتورك ليك. يعني ايه؟ يعني انت بقى ليك علاقات، بقى ليك كونكشنز، ليك بقى ناس فاهم في البلاد دي بالبوزيشنز دي. خلاص، فانت ليك ناس كتيره، فانت تقدر، انت عندك مشكله ممكن تروح تسال واحد زي محمود شاهين، تسال واحد زي عبد الحليم، تسال واحد فاهم. وبقول لك ناس كتير تانية يعني. فهي الفكره كلها اهم حاجه يبقى الكالتشر والفاليوز بس، اللي هي ايه بقى؟ وهو ده اللي انا بحاول ان انا اضمنه، اللي هي الجفرننس. ان الناس يعني تبقى ما يبقاش عندها استحقاق، ما تتكلم باحترام، تراعي وقت الناس المشغوله. واحد زي محمود شاهين مثلا مطحون، انا عارف ان هو مطحون قد ايه. فانا بحاول دايما ان انا فاهم الناس يعني ايه، ما تضغطوش عليه بسيف الحياه يعني، عشان ما يضطرش ايه يعني، عارف يساعدكم يرد. انا شويه ايه يعني ايه، ببقى فيري ستريكت، بس ساعات في ناس بتتحرج، لان مش كل الناس هتبقى صريحه. يعني في اليوم مثلا بتاع الان بيرسون في مصر ده، كان الراجل عايز يمشي، انا كنت محرج جدا ان هو الناس كانت عايزاه يقعد بس، وانا عايزه يقعد بس هو عنده ارتباطات. فاللي عايز اقوله بس ان اهم حاجه في النتوركينج في الكوميونتي ان انت بتساعد اللي حواليك وعايز تتساعد. تمام. بس اهم حاجه تراعي بقى حته الايه، الذوقيات بقى. هي دي كي الذوقيات، وما يبقاش فيه استحقاق، ما يبقاش فيه عارفين كلاحه ولا تناحه ولا عشم زايد. انت تراعي اللي قدامك وتبقى عارف انه مشغول، شخص كبير يبقى مشغول وتراعي ظروفه فدي اللي انا بحاول ان انا الكالتشر. عشان كده بيبقى في محاضرات بقى في الكوميونيكيشن سكيلز، محاضرات في حاجات. فاحنا عندنا سوفت سكيلز، عندنا نتورك. فالموضوع ملوش حدود. تمام. هننظم يعني انا لسه ان شاء الله لما اقعد بس مع شاهين بقى في اقرب سفريه بقى، ما تعرفش يعني ليه بقى، يعني ليب هتبقى في مارس 2024. احنا قدامنا سنه، احنا ممكن اقابل شاهين اقرب من كده بكتير. لما هقعد مع شاهين او هيبقى في افكار كتير. يعني انا بتخيل مثلا ان احنا ممكن ننظم ايفنتس في مصر. لا ده احنا نجيب ننفنت بقى، يعني انفايت ناس من يجوا مصر بقى، اجانب بقى، يعني نرجع بقى الايفنتس اللي كانت بتتعمل في مصر بقى، ونجيب ناس من مايكروسوفت وجوجل وامازون ويجوا يدوا محاضرات في الجامعات وبتاع. ففي شغل هنعمله فوق ما تتخيلوا يعني. ففي حاجات كتير جدا. فبرنامج المنتور ما ينفعش حد بقى ايه يختصره يعني عارف في كلمتين، ان انا اجي اقول لك لا، الموضوع كبير جدا. خلاص، تداول خبره، مهارات ناعمه او سوفت سكيلز، نوليدج بيز، تمام، نتورك، يعني حاجات كتيره. فدي الفكره في برنامج المنتور. مش عارف كده، هل انت كده فهمت؟ الناس اللي بتسالني هل هو الديف اوبس بس؟ لا، مش ديف اوبس بس. ما انا بقول لك بقى المهارات الاداريه، المهارات الناعمه، كل الكلام ده ملوش علاقه بالديف اوبس. وبعدين انا قلت قبل كده يا جماعه، الديف اوبس هو المودرن سوفت وير انجينيرنج. يعني هو الديف اوبس ده هو يعني ايه مودرن سوفت وير انجينيرنج. تمام. ف فهو مش الديف اوبس بس، الموضوع كله خاص. هو طبعا لو حد بره مجال السوفت وير والاي تي هيستفيد برضه، هيستفيد بالنتورك، بالعلاقات. مين مش عايز يبقى ليه علاقات في كل بلد وواحد شغال هنا ده هيديك يعني من ضمن الحاجات كمان. خليني اقول لك الجوب اوبورتيونيتيز. احنا على طول عندنا ناس بتشير جوبز في الشركات بتاعتها. يعني لسه خلاص حد من عندنا، انا ما بحبش اذكر اسامي عشان هو يعني حد من عندنا لسه منزل ان هم في الشركه عايزين حد. تمام. عندهم واحد تاني. الاكتيفيتيز بقول لكم ملهاش حدود. شاهين بيقول انترناشونال اند جلوبال اكسبيرينس بالظبط. فانت عارف يا شاهين، احنا معانا ناس اصلا من الشركه اللي هي في الامارات دي، احنا معانا اجانب اوريدي بداوا يعني. تمام. ففي اجانب كمان يعني اوريدي موجودين في المنتور وان شاء الله يزيدوا. تمام. وتاني، ما احنا كل ما بنبقى اجمد. خلينا اديكم اكتيفيتيز تانيه.
برضو من الحاجات المهمه جدا. جالي واحد من ضمن المنتور، بدون ذكر اسماء، بيشتغل في شركه كبيره جدا في الخليج، شركه بالملايين يعني، وداخل في مناقصه حكوميه بملايين. المهم جه قال لي انا عايز اعمل معاك جلسه خاصه. الجلسه الخاصه انا بعملها بحاجه رمزيه جدا، تمام، اللي هي تقريبا 400 جنيه مصري. المهم هو الراجل بصراحه يعني ايه، هو قال لي انا جاي اقعد معاك اتعرف عليك ايه يعني، مش اكتر من كده. فهو قال لي ان انا عندنا مناقصه في الشركه، مناقصه كبيره، احنا بنتكلم بقى في ملايين، تمام، عايز ايه ان احنا يعني ايه، انا اخش معاه في ان انا البروبوزل بتاع المناقصه. قلت له بص انت عندك 3 اوبشن، يا اما تجيب البروبوزل ونعمله يبقى بارت من الكوميونتي بتاعتنا، وساعتها كنت هعمل معاه البروبوزل ده احطه على جيت هاب انر سورس برايفت ريبو على جيت هاب. قلت له ساعتها انت تجيب الدرافت اللي انت عملته ده، هاته احطه على انر سورس برايفت ريبو، وانا هكونتريبيوت، ومش بس هكونتريبيوت، ده انا هكونتريبيوت واشجع الناس اللي عندنا كلهم زي شاهين وزي مصطفى وعبد الحليم ان احنا كلنا نكونتريبيوت فين، في البروبوزل، ويصبح البروبوزل بتاع المناقصه دي اسيت لمين؟ للكوميونتي بتاعتنا، للمنتور بتاعنا، ده انر سورس بتاعنا. فده حل. في الحاله دي ده كله هيبقى فور فري، احنا هنكونتريبيوت معاك ونبيلد الاسيت ده فور فري. ده اوبشن. ممكن تيجي تقول لا اصل انا عايزه ليا، حلو جدا مفيش مشكله، انت ممكن تعمل على جيت هاب عندك لو انت عايزه، ومفيش مشكله كمان ان انت تعلن ان انت عايز حد يكونتريبيوت معاك على جيت هاب، يور اون جيت هاب. بس انا قلت له كده، بس انا اي ويل نوت انكارج البيبل ان هم يروحوا يكونتريبيوت عندك، انا هانكارج البيبل ان احنا نكونتريبيوت على حاجه بتاعتنا كلنا. تمام، ده الاوبشن الثاني. الاوبشن الثالث ان انت عايزني اشتغل معاك بقى ايه، لا جيت هاب ولا بتاع، لا انت عايز مساعدتي دي يبقى انت بتدفع لي بالساعه اللي هو ثمن الساعه بتاعتي، لان ده احنا بنتكلم في مشاريع بالملايين. تمام، فدي 3 اوبشن. فانا بدور على اي اوبورتيونيتي ان انا اقدر احولها انها تبقى حاجه تساعد بيها كل اللي موجودين. حد تاني جه قال لي انا عندي، هو بيجهز السي في عشان الشخص ده عزيز عليا. طبعا انا اقول لك على اوبشن، هنجيب السي في بتاعتك واظبطها معاك، بس ما ظبطهاش معاك بقى انا وانت 1 تو 1 كده، لا احنا هنجيب الناس كلها اللي في المنتور يحضروا الايه، يحضروا التظبيطه دي، وبالتالي انا بظبط له السي في وفي نفس الوقت الناس بتستفيد. طب اللي حصل ايه، عملنا محاضره، جاب السي في بتاعته، قعدت اراجع معاه، كان في ناس اصلا بخبرات مختلفه قعدوا يقولوا فيدباك، طلعنا في الاخر ان هو خد اراء ووجهات نظر في تظبيط السي في مستحيل حتى ياخدها من محمد رضوان لوحده. ففكره وجود كوميونتي خلاص بناس بخبرات مختلفه بسكيلز مختلفه، وان هم يتجمعوا ويتنظموا بشكل ويل اورجنايزد وويل ستراكشرد وكالتشر محترمه وفاليوز، لا تقدر بثمن. زي ما قلت لكم بقى، بنشير جوبس، بنشير يوز كيسز، ستادي جروبس، لو في مثلا حد عايز يخش في امتحان وهم منظمين نفسهم، فالمميزات ما تعدش. تمام، فدي فكره المنتور بروجرام. طيب عشان كده بقول المنتور بروجرام هو، طب نتكلم بقى على الجزء الايه الفاينانشال او الكوميرشال. المنتور بروجرام في اكتر من طريقه، في اللي هو الطريقه العاديه ان انت بتاخد الكورس بتاع الديف اوبس، وبعد ما بتخلص بتشترك في الايه، في المنتور، خلاص بتدفع اشتراك رمزي جدا في السنه، هو زي ممبرشيب سنوي. طيب في نقطه بقى، هل اي حد يشترك في المنتور؟ لا. ليه؟ لان هو طول فتره الكورس وانا براقب الشخص ده وبشوفه هل هو ايجابي بوزيتيف اتيتيود، هل هو شخص يعني ما انا بقول لك هو مش هيدفع المبلغ اللي هو بتاع المنتور ده ملوش اي لازمه ويجي يضيع وقتنا مثلا، او ان هو يبوظ الايه، يعني يويست اور تايم او اور فاليوز اور كلتشر، كل الكلام ده، وبالتالي هيبوظ الدنيا. فهي الفكره كلها ان طول فتره الكورس انا بقدر اتابع الشخص. طب خلاص نتخيل الشخص سايلنت اصلا مش عارف اجيبه، هو خلاص هيخش المنتور يخش، بس بقى هيبتدي تاني التقييم شغال طول الوقت لحد ما يبان ان هو ايه. زي ما قلت التقييم ليه 3 حالات، يا اما شخص ليه فاليو
فده طبعا فيري ويلكم. يا اما شخص ملوش فاليو بس بيعمل لودنج علينا في ايه بقى، ان هو بيضيع وقتنا، ان هو بيسال اسئله اوريدي اتسالت، ما بيدورش جوه النولج بيز قبل ما بيسال، مش فاهم الكالتشر، كل الكلام ده معناه ايه؟ لا حضرتك اتفضل بره. تمام. يا اما شخص زي ما قلت لا بوزيتيف ولا نيجاتيف، هو ساكت خلاص خليك بدل انت ساكت بتدفع الاشتراك خليك. تمام، بس ما تعملش دوشه، اتعلم بقى وايه. فدول الثلاث انواع اللي في المنتور يعني. لكن لو حد سلبي بيضيع وقت، مش حاسس ان هو بيأدبت مع الكالتشر وبيقدر يتطور، يبقى ملوش لازمه. طيب فيبقى الحته الكوميرشال الناس بتاخد الكورس وبعد كده تشترك في المنتور باشتراك رمزي سنوي. طيب انا بفكر او اوريدي فكرت ان انا الناس اللي مش عايزه تشترك في الكورس وعايز يخش على المنتور على طول، خلاص مفيش مشكله، ادفع بقى مصاريف انضمام تقريبا هتبقى 10000 جنيه كمصاريف جويننج فيز. الجويننج فيز دي انت بتدفعها مره واحده بس خلاص، وبعد كده بتدفع الاشتراك السنوي. وطبعا لو طلعت وعايز تخش تاني هتدفع الايه الجويننج فيز تاني. تمام. والجويننج فيز دي هي دلوقتي 10000، بعد كده هتبقى 20 و30 و40. ليه؟ عشان تاني اقلل العدد عشان ازود الكواليتي. بصوا يا جماعه، ما هو من الاخر هو في حل من الاثنين، يا نقلل وندخل اي حد ويبقى شعبيه بقى واي حد تمام، يا اما العدد يبقى قليل والايه والكواليتي عاليه وهي تبقى تبقى غاليه، يا اما انها تبقى رخيصه وتلم اي حد. فهي الفكره كلها ان احنا عايزين نعمل حاجه هاي كواليتي بستاندرد ببروفيشنال انفايرمنت، وبالتالي لازم تبقى غاليه. تمام. فالثمن بيبقى ثمن الايه الكواليتي اللي انت بتاخدها في كل حاجه. ده كده برنامج المنتور. ايه الاسئله اللي جات لي تاني؟ اعتقد كده انا جاوبت على حاجه، كل حاجه. حد عنده اي سؤال؟ السؤال اهو بيقول لك مع زياده عدد الكوميونتي الالاف. لا، ما انا مش هزودها الالاف عشان اول ما توصل لحد معين خلاص. انا قلت قبل كده انا عندي طريقه يا جماعه، انا ما بقولش لا. يعني ايه؟ يعني انا بزود. يعني اديك مثال، انا بدل ما اقول لا اقوم يعني مثلا انا وصلت بقول لك ل 500 ل 1000، فمش هقول لا خلاص انا قفلت، لا، رقم 501 يبقى الاشتراك ب 100000. طب ايه ده، هو في حد هيشترك؟ ما هي دي لا بتاعتي. لا بتاعتي ان انا احط ايه؟ يعني انا قلت قبل كده انا لما ببقى بيزي جدا وحد يجي يسالني اقول له الساعه بتاعتي ب 400 استرليني، يقول لي طب ماشي. هي الفكره في كده. ف مش هزود العدد ده، ولكن هغلي السعر عشان امنع الوصول. تمام. جه بقى بعد كده خلاص بقى دي كل ده دخل للكوميونتي، وانا قلت الدخل ده ممكن ان احنا نشتغل بيه بقى، نعمل بيه ايفنتس، نعمل بيه رحلات لينا، نلف العالم تمام، نعمل حاجات اكتيفيتيز تاني. الموضوع مش بليجر. هو طبعا في بليجر على فكره يا جماعه في مساعده يعني طيب عمرو احمد بيسال if wanna to pay in euro it will equivalent to same cost. تقريبا يا عمرو يعني سيبك من الحته دي. يعني يعني تقريبا هو اصلا كده كده انا حتى ما بفكرش. يعني انت لو فكرت اصلا الجنيه عمال بينزل وانا لغايه دلوقتي باخد بالجنيه. ليه؟ لان انا لغايه دلوقتي انا لسه، اعتبرني في المرحله الاوليه خالص. انا هاممني جدا نوعيه الناس، الكواليتي اللي موجوده، عشان كده انا يعني يعني فاهم. لكن هي بعد كده المفروض مع غلو الجنيه حتى انا ما غليتش. شاهين بيقول زي نادي الجزيره في الزمالك الاشتراك بمليون و300 الف. انهم بالظبط، هو احنا هنكتفي بالعدد اللي نحس ان احنا هنقدر نكنترول. خلاص بقى ان لو زاد الدنيا هتبوظ، فهنبتدي نكنترول ونعلي. اي حاجه بتعلى بقى دخل كبير جدا، نقدر ناخد الدخل ده نستثمره بقى بشكل ايه بالظبط. ده البري لونش بالظبط يا شاهين، هو ده البري لونش. فعشان كده لا انا حاطط مثلا، لكن المفروض بقى هيبقى فيه طبعا ممبر شيب، وعايز اعمل زي كارنيهات عضويه تطلع كل سنه، في حاجات كتيره يعني. بس زي ما اتفقنا ده يعتبر اللي هو البيتا او الالفا كمان بري لونش. when the expected time to start the program. البروجرام شغال اوريدي، احنا شغالين فيه تمام. فهو بيحصل له ديفلوبمنت لحد ما يحصل له ستابيليتي اكتر يعني. اي حد عنده اي اسئله؟ حضرتك حسمت موضوع السكيل بتاع الكوميونتي. تقصد بايه السكيل بتاع الكوميونتي يعني؟
مش عارف. بص انا بالنسبه لي الشخص، انا بدور على ايه، انا بحاول اجذب الناس الشاطره، الناس السويه نفسيا، يعني هو ما عندوش حقد. تمام. الكوميونيكيشن سكيلز طبعا، يعني زي ما قلت مثلا يعرف يعني ايه يكوميونيكيت مع حد ويحافظ على وقته، مش ان هو ما يبقاش عنده حته الاستحقاق او حاسس ان هو في حد مطالب ان يديله حاجه. يعني واحد مثلا بيعمل لك منتور شيب فور فري، تيجي تقول ده هو ما كلمنيش ولا لا، تبقى انت ضايع. تمام. فانت لازم تادبت نفسك على المنتور شيب بتاعك، لازم الحتت الذوقيات دي بقى، فدي السكيلز المهمه بالنسبه لي. لكن حته التكنيكال بيتصلح على فكره. تمام. اهم حاجه تبقى الاتيتيود والبيهيفير نفسه. انا قلت قبل كده الاتيتيود والبيهيفير اهم كتير من التكنيكال، لان الاتيتيود والبيهيفير المظبوط هو اللي بيخليك تظبط التكنيكال، لكن العكس مش صحيح. طيب في حاجه تانية، اسئله؟ آه تن 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 آه شكرا. مش انا حضرت لايف متاخر، بس عندي سؤال مش عارف تجاوب عليه ولا لا. هو العدد الحالي في الكوميونتي بقى كام؟ 80 تقريبا. انا بعتذر اني باخد حضرتك للنقطه دي، بس لو طلبه وحابين ياخدوا الكورس وينضموا للمنتور وصعب يوفروا فلوس في وقت قصير، في حلول؟ في حلول. الطلبه يا جماعه، الطلبه. طيب خليني، برافو عليك، السؤال ده حلو قوي. انا في ناس دخلتها المنتور، عافتها من مصاريف عافتها من مصاريف الانضمام. عندي تو كيسز بس، يعني عندي تو كيسز انا عافتهم. ليه؟ نتيجه ان انا لمست ان الناس دي اولا سويه نفسيا الاول، يعني شخص محترم عنده ذوق عنده اخلاق اولا، فهيتعامل كويس معايا ومع الناس اللي جوه. دي نمره واحد. نمره اتنين، شخص ذكي. ما هو انا تاني انا يهمني ان انا اجذب العقول الذكيه. تمام. شخص عنده مجهود، بيبذل مجهود. فالاثنين دول هو عمر شوقي وعبد الله حموده. الاثنين دول من الناس اللي انا يعني متوقع نبوغهم ان شاء الله. ف انت عندك فرصه، انت عندك احنا الكورس بتاع الديف ابس فيه منه كوميونتي اديشن، يعني ايه فور فري فعلا. واحنا ككوميونتي احنا عايزين نوصل لك الكورس فور فري، وبنعمل محاضرات فور فري عشان نوصله لك. فانت تابع بقى جيت هاب وابتدي ذاكر واسال لو عندك، عشان نعرف بقى من سؤالك انت بتعرف تسال كويس لكن انت يعني من الاخر معكش فلوس، ابذل مجهود. لكن لا انت معاك فلوس ولا عايز تبذل مجهود ولا تذاكر، طب انت داخل بايه؟ طيب عايز تخش بايه؟ طيب فهي دي الغريبه يعني. ف... يا انت بتخش بالمجهود، خلاص، بالمجهود والذكاء والمعافره والمداومه وكل الكلام ده، يا بتخش بالفلوس، يا اما طبعا الاثنين، اللي هو ده الغايه نفسها. طيب في حاجه تانية. السلام عليكم. بالنسبه لكورسات التجهيز المبتدئين كليا في السوفت وير والديف اوبس، والله الكورسات دي للاسف الوقت ضيق جدا، بس ربنا يسهل يعني ان شاء الله. يعني هظبط. ساره البنا، لو حد لسه متخرج وبالتالي ما عندوش خبره، فحضرتك تنصح يشتغل على نفسه شويه الاول وبعدها لو عايز يشتغل. والله احنا معانا ناس في البروجرام ما شاء الله، يعني تاني احمد ادم، ندى، اسراء مجدي، الناس دي كلها صغيرين بس فعلا جواهر يعني. لو هو كان خاص بموضوع الاعداد كنت بتناقش مع حضرتك في موضوع نبني اساس بحيث نحافظ على الزياده الدايمه ونحافظ على الكواليتي، ولا دي معادله مستحيله؟ والله بص، كل حاجه جايزه. يعني انا بفكر ان الكوميونتي يبقى ليها زي بورد ممبر، ويبقى فيه هم بقى الفكره المهم يبقى عندنا، يعني يبقى فيه بورد ممبر وهم اللي ياخدوا القرار. ما زي ما قلت لك الموضوع ما يبقاش انا بس يعني، او انا بالنسبه لي في اهم حاجه الفاليوز والكواليتي. والله عرفنا السكيل. بص اكبر مشكله انا من وجهه نظري هي السكيلينج اكبر مشكله. هتسكيل، هل هتحافظ على الكواليتي؟ فانت ممكن تسكيل تقع، ولو الدنيا وقعت ممكن ما تقومش تاني. ايه معنى المرمطه من وجهه نظرك؟ معنى المرمطه، بص المرمطه للاسف ما بتتوصفش، بتتعاش. يعني الالم لازم تحس بيه، ما ينفعش ان انا احكي لك عليه. فانا زي ما قلت، الخبره لا يمكن ادراكها
بالعقل ولكن تعاش. فهي المرمطه نفس الحكايه، لازم تتمرمط عشان تفهم يعني ايه مرمطه. لازم تحس بالبين عشان تعرف يعني ايه بين. ايه الفرق بين الديف اوبس والبروجكت مانجمنت؟ لا الموضوع كبير قوي يا احمد. طيب خلاص عشان ما نطولش الفيديو كفايه كده. شكرا جزيلا ليكم، واعتقد ان الفيديو ده انا هسيبه مش همسحه عشان يبقى الفيديو اللي بيحكي على برنامج المنتور بشكل عام. شكرا جزيلا ليكم وربنا يخليكم.